بسم الله الرحمن الرحيم. لسه قاري بوست على الفيسبوك، مجموعة شباب وكاتبين ان هم لا للقايمة، والقايمة طبعا عارفها كل شاب، اللي هي قائمة العفش او قائمة المنقولات او القايمة اللي بتتكتب اثناء الجواز. انا مش مع رفض الشباب الموضوع القايمة بالكلية، ولا مع الأهل لفرض هذه القايمة بالكلية. يعني أنا ولا مع فرض ولا رفض، سواء من الشاب أو من الأهل. خلينا يا جماعة نرجع لأصل الزواج حتى لما قبل الإسلام. من أكثر الأمثلة عندنا سيدنا موسى لما أراد أن ينكح إحدى ابنتي الرجل الصالح، يقال انه سيدنا شعيب، ويقال ان هو كان رجل من قوم موسى ولكن كان رجلا صالح. فقال له ايه في القرآن؟ اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك. يعني كان مهر احدى بنات هذا الرجل الصالح او سيدنا شعيب هو عمل سيدنا موسى لمدة 8 سنين او 10 لو هو حب يكمل. اما عندنا في الاسلام فربنا سبحانه وتعالى قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نحلة أي فريضة، يعني حق على الرجل اللي عايز يتزوج امرأة أن يعطيها مهر. يبقى أصبح إن في لازم عطاء بيعطى للمرأة حتى يتزوجها. في الصورة بقى الحاجات اللي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أو الحاجات اللي وردت كده وإحنا عرفناها. لما جاء إحدى الصحابة وأراد أن يتزوج إحدى النساء قال: آتيها بخاتم ولو من حديد. كلمة ولو خاتم من حديد يعني اللي هو بقى مش ذهب ولا فضة ولا أيا كان شكله ايه، هتلاقي خاتم حديد لمجرد ان هي تاخده فيكون مهر ليه. وما جاءت المرأة التي ارادت ان تهب نفسها الى رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، والنبي يعني ما ارادش، فاراد ان يتزوجها احدى الصحابة، فما كانش معاه حاجة فقال: زوجتكها بالقرآن. فاستنبط العلماء من القصص دي أن المهر ممكن أن يأتي في صورة مال، في صورة ذهب، في صورة هدية، في صورة شيء منفعة شرعية. يعني إيه منفعة شرعية؟ لو أنت بصيت في حتة سيدنا موسى، هو المهر بتاع كان بنت إيه؟ كان عمل سيدنا موسى. طب هل عمل سيدنا موسى ده كان هيشتغل ببلاش؟ لا، هو كان وليها اللي هو أباها هو اللي هيأتيها إيه؟ المهر ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زواج إلا بولي ومهر وشاهدي عقد. يبقى زي ما قلنا إن أنت يكون في مهر بتاخذه المراه، في ولي اللي هو الاب، في شاهدي عقد اللي هو ايه، مساله الاشهار. فعرفنا ان صوره المهر ده بتاتي اما زي ما قلنا في مال او ذهب او هديه او منفعه شرعيه، اللي هي صوره خدمه، صوره شغلانه، صوره اي حاجه الست ايه تنتفع بيها، تكون بس منفعه شرعيه، يعني مش ما يكونش حاجه حرام. فعرفنا شكل الايه المهر. طيب هل قيمه المهر ده ليه نسبه؟ يعني ليه شكل معين بقيمة معينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ده إن أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. يعني كل ما مهر المرأة يكون شيء ميسر وسهل ومبسط يكون أكثر بركة. دليل زواجه من السيدة عائشة وزواج السيدة فاطمة من علي رضي الله عنها. السيدة عائشة يقال 500 درهم، والسيدة فاطمة تزوجت بدرع سيدنا علي اللي باعه عشان يدفع بيه ثمن البيع ده مهر ليه. احنا بنتكلم على مين يا جماعه؟ بنتكلم على السيده عائشه ام المؤمنين، والسيده فاطمه اللي هي ذكرها النبي في حديث خير النساء، مش بنت فلان بقى بتاع دلوقتي ولا بنت علان. فعرفنا المهر ممكن ياتي في شكل ايه. عرفنا ان كل ما يكون ميسر كل ما يكون اكثر بركه. احنا مش داخلين تجاره ولا داخلين حرب ولا داخلين مين هيكسب من التاني اكتر. نيجي بعد كده للاصل الموضوع. طيب اصل الموضوع ده كان ايه؟ الراجل بيعمل ايه في الاسلام؟ الراجل ده بيروح بيجهز شقته بما استطاع، يعني الحاجه اللي يقدر ربنا سبحانه وتعالى يعني يسر امره يملى بيته بيه، اللي هي الحاجات الاساسيه، وياتي وزي ما قلنا بيدي ايه المراه دي المهر في ايديها، ويشهر يعني بين الناس ان فلان تزوج فلانه وخلاص، وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهم في خير. خلاص بقت فلانه زوجة او امراه فلان. مع طبعا تغير الزمن وتغير العصور، وان دلوقتي بقى في ناس نفوسها زي الزفت، ممكن يتجوز النهارده يقول لك انا ما اتجوزتش، ممكن يرزق بابناء يقول لك دول مش ولادي. فاصبح في حاجه اسمها ماذون وتوثيق، وان لازم الحاجه دي تتكتب. فاصبح ان في حاجه يعني قانونيه، في قانون بيستنى بين الناس ان في اوراق وفي حاجات بتتكتب عشان نعلن بين جواز ده وده. لما الدنيا بقت صعبة ولما الأمور وغلاء المعيشة بقى موجود والتيسير الزواج، فبقى في حاجة اسمها ان يتشارك الأب اللي هو الولي
مع الابن في تجهيز البيت، ان انت تروح ربنا ميسر لك الحال باللي تقدر تجيبه هاته. وان كن بنقول ان اصل الموضوع ان اللي انت تقدر تملى بيه بيتك املاه، يعني الحاجه اللي تقدر تملى بيها بيتك مهما كانت بسيطه املاها، وودي المراه ايه المهر اللي انت هتتفق بيه مع الولي والمراه بتاعته. طيب الدنيا لما اتغيرت وعندنا في قاعده كده بتقول لك في الشرع ما لم تحلل حرام ولا تحرم حلال، يعني حاجه تم تثنينها او تم استحداثها والناس بقت بتاخد بيها يجوز انك تعملها ما لم ان انت ما تكونش بتحرم حاجه حلال ولا بتحلل حاجه حرام. فاصبح الناس بقوا بيعملوا ان الراجل ممكن يجي يملى البيت على قد ما هو يقدر، او بيقسموا باقي الحاجه هو وولي العروسه، يجيب هو الخشب، يجيب هم المطبخ، يجيب هو السجاد، يجيب هم الستاير وهكذا، والامر اللي هو المعروف، على ان يكون في نهايه الموضوع قائمه منقولات بيجمع فيها ما اتى به الرجل وما اتت به المراه، وتكتب القايمه دي بكل العفش اللي جه، وفي من يقيم هذه القايمه ان هو يسعرها، وفي طبعا بقى ناس دلوقتي بقى بدل ما الحاجه لو جاب 100,000 يقول لك انا هكتب مليون، والصور الكتيره اللي ظاهره او المنتشره بين الناس. انا ليه مش مع رفض الشاب لكتابه القايمه بالكليه؟ لو انت ربنا سبحانه وتعالى ميسر امرك وقادر ان انت تملى بيتك او تجيب حاجه بيت، وحاجه بيتك دي اللي هي الحاجات الاساسيه اللي تقدر ان يعني ما فيش بيت يستغنى عنها، وتتجوز وتعطي المرأة مهرا، والله يا ربنا يبارك. ساعتها هقول لك انا ضد الاهل اللي بيفرضوا كتابه القايمه، حتى لو انت مجهز وهتدي مهر يقول لك لا لازم ما عندناش حد بيتجوز من غير قايمه. لا يا حبيبي، ما هو الراجل خلاص جهز بيته وهيتفق معاك على مهر هتاخذه المهر ده ممكن على فكره يكون زي ما قلنا مال او ذهب او هديه، يعني ممكن الذهب لو انا بجيبه لزوجتي اتفق ان ده مهرها يكفي، مش شرط ان انا لازم يكون المهر مليون جنيه بما اني مش هكتب قايمه يبقى مهرها ده مليون جنيه. لا، لو انا متفق بقى على 50 جرام ذهب، على 10 جرام ذهب، على فلوس هتاخدها في ايديها، فانت ممكن تتفق على ان الذهب اللي هيجي ده يكون هو المهر اللي هتاخده المرة. لو الاب وافق ماشي، والله ممكن تتفق على ان الذهب ده جزء من مقدم المهر اللي احنا قلنا عليه، وفي جزء منه سيكتب في نهاية العقد، او مش نهاية العقد ده اللي هو في نهاية الجواز انك تطلقها، لا يعني جزء منه سيؤخر، يبقى في حاجة مقدمة اللي هي مثلا وليكن الذهب، وحاجة مؤخرة اللي هو ايه رقم فلوس مثلا معين بتتفق عليه بتاخذه المرأة وهي معاك في بيتك بتاخذه المرأة. فجي اب وافق على كده كان وبه الحمد لله مفيش مشكله. طب انت ما عندكش، يعني انت راجل على قدك وليكن مثلا رحت مش قادر حتى تجيب حاجه الحاجات الاساسيه، بعض العلماء قال لك ان حتى لو انت مش قادر تملى حاجتك الاساسيه فانت هنا مش شرط انك تتجوز. طب ما حجتهم على ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قيل ما هي الباءة؟ قال الاستطاعه البدنيه والماليه، ان انت تكون راجل جسمك يصلح لحاجه زي كده، ما يكونش فيك عندك مشاكل، وراجل تقدر تنفق وتصرف على البيت وتقوم بحق القوامه اللي ربنا قال لك عليها. فلو انت اصلا مش قادر تجيب حاجتك الاساسيه يبقى هتتجوز على ايه؟ ما تتجوز. وبعض العلماء برضو قال لك ان لا، طب ما هو ده الراجل ما كانش حيلته، قال لك زوجتكها بالقران، يعني ده هو القران اتجوز بالقران، وسيدنا علي راح باع عشان يتجوز. يعني اصبح ان برضو لا، فكره ان انت بتكون فقير، لا، العفه هنا مطلوبه، وان انت ما دام عايز حاجه حلال ربنا سبحانه وتعالى ايه سيغنيك بعد ذلك. الاب وافق على ان انت هتملى حاجه بيتك بالحاجات البسيطه الاساسيه وتديها ذهب او تديها فلوس، سواء جزء منه مقدم وجزء منه مؤخر، زي الفل، وافق تمام. فزي ما قلنا ممكن بعد كده بما ان ربنا مش ميسر لك الحال انك تقدر تجيب حاجه بيتك كلها وتعطي مهرا، ممكن ساعتها يبقى الحاجه العامه دلوقتي او العرف اللي الناس بقت تتعرف عليه ان هم دلوقتي انت بتجيب نص الحاجه والمراه بتاتي بنص الحاجه. امتى برضو ممكن الشاب يقول لك انا مش عايز اكتب قايمه او هكتب قايمه بحاجه المراه بس؟ لو انت رحت للاهل واتفقت على ان الذهب اللي هيجي او في جزء من الفلوس هتدفعه وفي جزء من المؤخر هيتكتب، بس حاجه تكون مرضيه وحاجه تكون مناسبه للعصر. برضو احنا بنقول ايه؟ ايسرهن مهرا اكثرهن بركه، يكون خير الامور الوسط الاعتدال. ما تروحش تقول خير يعني اكثرهن بركه اللي هو ايسرهن مهرا تروح ده 10 جنيه، يعني خلي الامور ان هي تبقى ايه في العرف، في الحاجه المعقوله. مش هتروح تكتب مليون جنيه ومش هتروح تقول لها هديكي جنيه ولا 10 جنيه، وكلها مسائل قابله للنقاش، مفيش حاجه تلزم لا من حق لا من جهه الشاب ولا من جهه الاهل. طيب انا ما عنديش حاجه زي ما قلت اقدر اجيبها، واتفقت والله انا مع الاهل ان هم هيجيبوا الحاجه وانا هجيب حاجه وفي الاخر هنكتب قايمه. يا فندم اكتب، مفيش مشكله ما دام اتفقتم على
كده وفي تراضي، مفيش مشكله. فاصبح ان الموضوع فيه فلكسبيليتي، في مرونه، في موضوع راجع للنقاش وللظروف اللي بيحصل فيها الجواز. انت ما ترفضش انك تكتبها بالكليه، وانتوا ما تفرضوش على الشاب انك لازم عشان هتيجي هتكتب لنا قايمه، والله جهزت نفسك ودفعت مهر هتكتب قايمه. لا، ما هو انت هي مش بيع وشروه. يعني برضو من المسائل اللي بتحزن ان بيجي الاهل من دول فاكر ان هو بيتاجر ببنته، ويضحك على الشاب في مقولة ان احنا بنأمن بنتنا، وان انت مقدام شاري اكيد مش هتخاف من حاجة زي كده. خد بالك ان انت بتمسكه بطريقة يعني انت بتشكك فيه بطريقة غير مباشرة ان هو مش هيكون شاري. طب تضمن له ازاي حقه هو في ان لو بنتك طلعت مش صالحة للزواج؟ يعني اكيد زي ما انت بتشكك ان الزوج ده اللي هو اكيد مدام جه خبط على بابك وطلب انه يتزوج ابنتك على سنة الله ورسوله، اكيد هو طالب العفاف. واحنا دلوقتي شايفين والدنيا رايحة في 60 داهية، اللي عايز يعمل حاجة حرام مبقاش في اسهل منه. فبقى اصبح دلوقتي الشيء الحلال اغلى من الحرام واسهل. فمعنى ان واحد يجي لك يخبط على بيتك فهو راجل عفيف عايز يعف نفسه وعايز يعف ابنتك، لان برضو ما البنت لها مشاعر زيها زي الراجل. فجالك خبط على بابك، ما تبيعش وتشتري فيه. ما تفتكرش ان انت بتتاجر ببنتك وعايز يعني انت كده بتأمن حياتها. انت ما فيش كام من قائمة منقولات او قائمة عفش الست لما اتطلقت ما استفادتش حاجة. مش هو ده اللي هيغنيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر المرأة في طلاقها. الست اول ما بتطلق، ودي المرأة العادية عشان بس ما يجيش واحدة من اللي بنشوفه مع السوشيال بتعمل حفلة مهرجانات بفرحة طلاقها، دي حاجة يعني شاذة مش هنقيس عليها. لكن الامر العادي واللي هي المتعارف عليه والستات السوية، الست لما بتطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال كسرها في طلاقها. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم، يعني بتتكسر من جواه فكره ان هي تطلق. فقايمه ايه وفلوس ايه اللي هتعوضها؟ وانت برضو كشاب ما ادي المراه حقها في المهر اللي ربنا قال لك عليه، نحله اي فريضه. فالموضوع زي ما قلت راجع للتفاوض وراجع للنقاش، لا راجع لرفض بتاتا من ناحيه الزوج ولا راجع فريضه من ناحيه الاهل. لا، الموضوع سهل والموضوع بسيط. عايز بس يكون في نيه خالصه اثناء عمليه الزواج، نصفي النيه، ما بنبقاش واقفين على الكلمه من الطرف ده للطرف ده او العكس. هو قال لي وانا قلت له، هو لا اصل انا هلوي دراعه بوصل امانه، اصل هلوي دراعه بتتمين قايمه بتكلفه اضعاف اللي تم شراه، لا اصل هروح اشتري حاجات كتير عشان ادبسه، ما كده كده هيمضي والحاجه هتبقى كده مطلوبه منه. الامور اللي بيبقى داخل فيها الشك وداخل فيها عدم وجود النيه الحسنه بيبقى داخل فيها الشيطان كده من اولها، فتحس انها بتنزع منها البركه. سبحان الله. فربنا يعني ييسر الحال للشباب، وانا واحد من دول. نعم انا متزوج، بس ربنا ييسر لي الحال والباقي الشباب اللي عايزين يتزوجوا، وربنا يهدي الاهالي اللي هم يعني زي ما قلت بيشغلوا دماغهم يعني، وبيبعدوا اصلا بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم ديننا في حته التيسير على الشباب، عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل البركه بينكم، وربنا يعف شباب ونساء المسلمين. وده كان تعليقي على البوست اللي انا شفته دوت، لان حسيت برضو ان انا محتاج اقول رايي فيه، لانه برضو حاجه زي ما قلت انا لا مع رفض ولا فرض الموضوع بالكليه. شكرا.